يقولوا سلامة الإنسان من حلاوة اللسان، واللي عنده حلاوة اللسان تجيب ليه العز والمال. اللي يعرف يهضر ويقاد الكلام ماشي بحال اللي ما يعرفش يدوي. حقيقة هذه، اللي يعرف يهضر ويقيس القلوب ويقول الكلام الطيب ويحرك المشاعر، تبغي تجلسي حداه بكلامه كيجيك حلو على قلبك، تجلسي حداه وما تسخيش تنوضي وما تبغيهش يسالي. وكاين عاوتاني اللي تجلسي حداه مبلوز خضر وما يعرفش يهضر وغير كيخرج ويزلك في الهضره، تقولي هذا غير شدوا ليه فمه. واللي كيكون كيهضر زوين تقولي لهم هذا غير عطيوه الميكرو يهضر نزيدو نسمعوا ليه كاملين. كاينه ولا ما كايناش؟ كيتميز اللي عنده حلاوه اللسان بانه كيسلم من المشاكل، كيعرف يخرج راسو. واللي ما كيعرفش يهضر كيجيبها في راسو. اللي ما كيعرفش يهضر كتلقى حياته كلها مقلوبه عليه. والمراه اللي ما كتعرفش تهضر كتلقاي راجلها ديما هارب منها نافر منها، عائله راجلها نافرين منها، كلشي هارب منها. ما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش تقاد الكلام، ديما هزه شوكتها فوق ظهرها. لا، داكشي ما مطلوبش. مطلوب منك تكوني حلوة اللسان، تكوني مرأة، سورتو المرأة. شفتي فاش كنهضروا على حلاوة اللسان؟ كاين راجل كيدوبك بهضرته، وكاين اللي بحال العسكر هضرتها بقاصحه وخشينه. تقولي ما غاديش نجلس حدا هاد السيده هادي، هاد السيده هضرتها قرطاس كتخرج من فمها غير القرطاس. لا 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 لا، ما نفوتش معاها جوج كلمات هضرتها خايبه، القلب خايب. ولكن اللي معطيو معروف هو ان المراه خاص يكون فيها هاد المواصفات. علاش؟ لانها من الانوثه ديالك. الانوثه ديالك خاصك تكوني كتعرفي تهضري، تكوني تهضري بحلاوه اللسان، تكوني تعرفي توزني الكلام عاد تقوليه، تكوني تعرفي كيفاش تخرجي راسك وكيفاش تاخدي داكشي اللي بغيتي، لان ربي عطاك هاد الصفه هادي. الله سبحانه وتعالى نعب علينا حنا النساء بهذا الكلام الطيب. كانوا جداواتنا يقولوا الشعر ويقولوا الزجل ويقولوا الكلام بالميزان وبالقافيه، ما قاريين ما عالمين. وتقول لك المراه الهضره كتنظمها لك. شكون صاحب الامثله الشعبيه اللي كنقولوها حنا دابا؟ هما ناس زمان، هما اللي كانوا يقولوها. جداواتنا ما كانوش قاريين ولكن كانوا يعرفوا يقادوا الكلام. وباش تعرفي تقادي الكلام، لانه بصح الا عرفتي ليه عرفتي شلا حوايج في حياتك. ربحتي راجلك، ربحتي هناك، وربحتي راحتك وراحة بالك وسلامتك، وحيدتي عليك من المشاكل. قال لك كلمة واخا ما كتخسر خاطر، ما كتزين خاطر. منين كتقولي الانسان واخا ما كتخسري ليش الخاطر ديالو. هادو من واحد الصفات اللي خاصهم يكونوا في الانسان. منين شي حد عزيز عليك كيطلب منك، امك، اختك، باك، خوك، وانت ما بغيتيش ديري ليه داك الطلب، كتقولي ليه واخا وما كديريش داك الحاجه. المهم ما كتخسري ليش خاطرو. بزاف ديال الامور غادي نعرفوهم اليوم، وغادي نعرفوا كيفاش تعاملي مع الزوج ديالك، الحبيب ديال قلبك، اللي عمرك ما قلتي ليه حبيبي وعمرت داري. انت كتقولي ليه غير خويا خويا خويا، كتبداي تقولي ليه خويا خويا حتى كيبدا يحسب ليه بصح اختو. لا، غادي نشوفوا الحاجات اللي ممنوعين اننا نقولوهم خلال العلاقه الزوجيه، والحاجات اللي خاصنا نضيفوهم في الحياه الزوجيه، وغادي تشوفي شنو اللي تبدل وتغير في حياتك. وقبل ما نبدا كنفكركم ديروا لايك للفيديو، واللي مازال ما تابوناتش معايا تابونا هكا باش نزيدوا القدام وتكبر العائله ديالنا ونبداو على بركه الله. كنطلب من الله ربي يحفظك ليا يا ربي يا السبع. خارج وضرب علينا تماره، خارج وكتجيبها لينا من فم السبع. حنا جالسين مضلين في الدار وانت خارج ضارب علينا تماره. الله يخلفهم ليك ويعطيك صحيحتك. دائما تقولي لي بحال هكا منين يدخل مقضي ويجيب لك التقضيه نعملها لا. شنو كتقولي ليه؟ ما كتقولي ليه حتى حاجه، ما كتقوليش ليه حتى شكرا، ما كتقوليش ليه الله يخلفهم ليك، ما كتقوليش ليه تلقاهم في الجنه. باينه ما كتقولي ليه والو. وكتزيدها وتقولي ايوا بز منه ويديه فوق منه. ومنين يجيب لك مسكين شي دلاحه متقل بها ويقول لك جبت لك الدلاحه ليك، كتقولي ليه وراك واكلها انت وولادك، مالي غادي ناكل هنا بوحدي. هادشي اللي كتقولي ليه. لا، هو كيتسنى داك الكلمه الزوينه، بغى يحس براسو راه دار شي حاجه. بحال ملي كتوقفي في الكوزينه كتوجدي في شي اكله زوينه وكتسنايهم يقولوا لك شكرا وتسلم الايادي وعطاك الله الصحه، حتى هو نفس الشيء كيتسناك تقولي ليه ديك الكلمه الطيبه اللي ما قلتيهاش ليه. الراجل كيبغي يجدد الحياه، كنا كنبغيو نجددو كيجينا الملل بالحياه باش كتجدد بالكلام الجميل، بالكلام الطيب. بعض المرات كتكون شي وحده كتعطي راجلها غير القاصح والهضره القاصحه، كيخرج للزنقه كيشوف شي وحده في شي بيرو كتعمر شي ورقه او مشى يدير مثلا شي تحاليل في شي بلاصه، وكتجي السيده عنده كتقول له ما تخافش وما تعصبش، انا غادي نحاول ما نقصحكش. كيبدا يشوف الفرق ويقول داك المصيبه اللي عندي في الدار كيف كتهضر، وهذه غادي تضرب لي ليبره وتحيد لي الدم، وشوف كيف كتهضر.
كيبدا يدير واحد المجال ديال المقارنات ما نقولكش. كونك انك انت امراه حلاوه اللسان عندك مطلوبه، لابد تكوني تعرفي تهضري. كاينه المراه اللي ما مع ولادها فزعيه، ولادها نافرين منها. علاش؟ حيت هي ما كتعرفش تتكلم، ما كتعرفش تعطي الخاطر، ما كتعرفش ترضي. حنا شنو كنبغيو نسمعوا من الامهات ديالنا؟ سيدي بنتي الله يرضي عليك، الله يفرشك بالرضا، انا بغيت الا كان في السما يهبط ليك والا كان في الارض يطلع ليك. هاد الكلام اللي كتبغي البنت ولا الولد يسمع من الام ديالو، ما كيبغيش يسمع الكلام اللي قاصح من عند الام. ما تكونيش كتسمعي لدوك النسويات اللي كتقول لك لا، الراجل الاستغناء وكفى، واستغنى عليه وفعليه وتركي وديري ليه. ما بقيناش كنسمعوا شي وحده اللي ترد لك عقلك واللي تقول لك لا، هذاك راه راجلك، راه باين وليداتك، راه ضرب تماره، راه فيه شي حوايج زوينين وشي حوايج خايبين. والاغلبيه ديال دوك النسويات اللي كتقول لك لا نقدر نعيش بلا راجل، لا الحياه بوحدي حسن، كتكبر المراه كتندم، كيتنادم عليها الحال. في داك اللاج ديال العشرينات الثلاثينات حتى الربعينات راه صعبه، ولكن اون فوا كتضرب في الخمسينات كتندم على النهار اللي ما تزوجات واستقرات ودارت وليداتها وداروا بها. هادو كونوا على يقين ان المراه كتندم. الرجال بطبيعتهم ما فيهمش الهضره بزاف بحالنا حنا النساء. حنا المراه كتكون غير بوحديتها جالسه وكتهضر، كتدخل الكوزينه وتقول والمواعن غير بوحدهم كيتولدوا، وها انت على الصالون من غادي نبداه. كتبقى كتهضر وهي بوحدها ما معها حتى شي واحد في الدار، حيت حنا فينا قوه الهضره. ولكن تقدري توظفيها في الهضره الزوينه وتقدري توظفيها في الهضره الخايبه. ثقي بيا، الا تعلمتي تكوني لبيبه، تكوني طيبه في الكلام، الفم اللي غادي يقول الزمر يقول التمر. الناس اللي مبلوزين وكيبقاو يقولوا الهضره الخايبه ومنين كيخرجوها كيندموا. ديري واحد 3 ديال الثواني ديالك تقولي الهضره مع راسك، عاد تخرجيها. راه داك الراجل اللي عندك تقدري تكسبيه. علاش كيكسبوه في الزنقه؟ علاش كتصيبيه مع وحده اخرى وكيمشي مع اللي ما تسوى ما تصلاح؟ وكيقولوا لي راه مع وحده شارفه خايبه كبر مني. بزاف النساء كتعاني من هاد المشاكل. تقول لي اختي حياه راه لقيتو كيعرف وحده خايبه ما فيها ما يتشاف، واللي تقول ليها اللي لقيتو كيعرف وحده من بنات الليل. نعطيكم واحد القصه ديال واحد السيده عرفت راجلها كيعرف وحده ومشات لعندها وقالت لها اختي هذاك راه باين وليداتي. جاوبتها وقالت لها سمعي الحبيبه، انا ما عرفتوش مزوج، انا راه ما قال لي شي راه مزوج. كون عرفتو مزوج ما ندورش بساحته، ولكن هو اللي كيجي عندي هو اللي كيجبدني. انا ما تبريش مني، انا تبري منه هو، وانا نعطيك امان الله ما عمرني مازال. قالت لك المراه انا كنت ماشيه عوالا دابز، عوالا نتفه، عوالا نريشها، عوالا نمرمدها. ساعه بداك الكلام ديالها خلاتني غير كنشوف. رجعت للدار وراجعت نفسها وقالت يمكن انا اللي في يدي فو، يمكن انا اللي هربت راجلي مني بالصلابه ديالي. شويه دازت الايام وكتمشي عندها عاوتاني وهو معاها. مشات وقفت حداها هي وياه وقالت لها شوفي دابا جيت انا وراجلي باش نتبرى منك ومنه، الا عندك شي حاجه بغيتي تاخديها منه طامعه فيه على فلوسه، راه الطوموبيل بسميتي والدار بسميتي كل شي بسميتي. قالت لها انا منين حبيت سيدي ومولاي احمد ما بغيتش فلوسه، انا كنقولها لك حداه. قال لها ايوا يلا كيف غادي ديري دابا مع هاد المراه؟ كي معاها وما تبغيهاش كي ندير نتفرق على هادي كي ندير؟ قالت لها انا حبيت مولاي احمد ما حبيتش فلوسه. انا نهار الاول ما عرفت اش عنده، ما عيني في طوموبيل، ما عيني في ديور، ما عيني في حتى حاجه، انا حبيته هو. وحتى دابا قالت لها الا عينيك في داكشي خوديه، انا خليه ليا غير هو. ايوا كيف دير دابا؟ قال لها كيف ندير؟ سمعتي الهضره كيفاش؟ واش سمعتي الهضره كيفاش دايره؟ ودازت الايام ورا الايام وخداها كزوجه تانية وعاشوا بحال هكاك، كل وحده والدار ديالها. ما نقولكمش عاشوا في سعاده، لانها ما كايناش شي سعاده كتبنى على تعاس انسان واحد اخر. ولكن الراجل اختار، حيت الراجل الا مشى حتى مشى صافي. الراجل ما حدو معاك في الدار، ما حدو تحت دراعك، ما حدو باقي ما شافش، ما حدو باقي ما طلش، راه باقي بامكانك ما ديري. الا مشى حتى مشى صافي ما كيرجعش. قليل القليل غير عزي فيه بحال الا عزيتي شي واحد ميت. عزي فيه وغسلي يديك حتى للمرافق، وعيشي لراسك وعيشي لنفسك وعيشي لوليداتك. الا غتصلحي وغتقادي ما حدو كاين. النعمه الا عندك حافظي عليها قبل ما تمشي، الا مشات النعمه صافي. ما كنهضرش على واحد الفئه اللي كيكونوا هما اصلا بوبنات وبوعيالات وخائنين
هو الخيانه كتجري عنده في الدم. لا، انا كنهضر معاك على الفئه اللي بصح هو بغى مرته، بغى يسمع منها كلام الحلو، بغى يشوف فيها الانثى، بغى يحس معاها بالرجوله ديالو. الا ما حسش بالرجوله ديالو كوني على يقين غادي يمشي يقلب عليها في قنت اخر. الراجل كيبقى مع المراه ماشي على ود الولاد، عندك يحسب لك على ود الولاد ولا حيت ولدت ليه البنات او حيت ولدت ليه الولاد، حتى حاجه من هادشي نهائيا. الراجل كيبقى مع المراه حيت كيحس براسو راجل معاها. الا كان كيحس براسو ماشي راجل معاها ثق بيا، الا كان باقي معاها غير بسميه وغير بالكاغيط. اما الراجل الا حس براسو ولو بالكلام قلتيها ليه او بالفعل حسستيها ليه، غيبغي يمشي باش يقلب على راسو راجل في بلاصه اخرى مع امراه اخرى. فهذا الدور ديالك انتي. جميع الكلام وجميع الحاجات الزوينين اللي تقدري ديري باش تبيني ليه وتحسيه بالرجوله ديالو خاصك ديريهم الا بغيتي تحافظي على زواجك بطبيعه الحال، والا بغيتي تحافظي على راجلك. هذه هي الكلمه اللي كيبغي يسمعها الراجل، وغادي تعرفي انت كيفاش وفوقاش توظفيها. هو انه راجل ونص، انه هو سبع، تشبهيه دائما بالسبع. كلهم كيبغيو يتشبهوا بالسبع. كيحس ديك الساعات انه راجل باش يتجدد الرجوله ديالو، باش يسمع كلام زوين، كيبغي يجدد حياته. هاد الكلمه هادي كيحماق انه يسمعها، الا ما سمعهاش من عندك غيقلب يسمعها في بلاصه اخرى. هاد الكلمه بالضبط اللي غتخليه معاك وغتخليه لاصق فيك وغتخليه يقلب على سعادتك وغتخليه يضرب تماره ويقول المراه تستاهل، المراه ديالي تستاهل نضرب عليها تماره ليل ونهار. كاين اللي غادي تقول لي ما خليت ما درت معاه الكلام زوين حبيبه كبيده ما خليت ما قلت. شوفي راه حلاوه اللسان خاصها تكون عندك دائما مع الراجل، ماشي اليوم تقولي لي حبيبه كبيده كلمه جوج تنوضي عاوتاني معاه وترجعي لي يا المزلوط يا العامل يا التارك يا الفاعل. لا، كيخص الهضره الحلوه تكون عندك ابديه ديما في الفم ديالك. وحتى لهنا غادي نكون ساليت الفيديو، كنتمنى تكوني استفدتي معايا ولو بالقليل، والا استفدتي قولي هذه في التعاليق. والا كنتي مازال ما درتي واحد اللايك سيري ديريه دابا وتابوني معنا باش تكبر الصفحه ويوصلك ديما الجديد. تحياتي.